لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الخوت. واش سمعتوا الصداع اللي نايض هاد الايام في البرلمان؟ واحد القرار طارئ قلب الطبلة على كل شيء. العباره الشهيره كنوبس اللي كبرنا وحنا كنسمعوها عند الموظفين صافي مشات باي باي. الحكومه قررت تدمجها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينسس، ولكن بلاتي الموضوع ماشي مجرد ورقه اداريه تبدلات. القضيه فيها استقالات تحطوا فوق الطبله، تحديات مباشره للوزراء، ومصير ديال الاف الطلبه والوالدين في الميزان. اليوم غادي نفككوا هاد اللغز. علاش هاد الاندماج دابا؟ وشنو دخل الزواج في التغطيه الصحيه؟ والاهم من هاد الشيء، واش بصح الوالدين غيتسدوا عليهم بيبان التغطيه مع ولادهم؟ وجدوا قيوتكم ويلا بينا ندخلوا لقلب المعركه. ركز معايا مزيان وبارطاجي هاد الفيديو مع اي واحد موظف او طالب، حيت هاد الشيء اللي غنقول اليوم كيهم مستقبلنا كاملين. يلا نبداو على بركه الله. اجي دابا نشرح لك هاد الزلزال الاداري ببساطه وبلا كثرت الهضره المعقده. تخيل معايا كان عندنا جوج كوزينات، وحده سميتها كنوبس كطيب غير الموظفين ديال الدوله بحال المعلمين والمخازنيه والناس ديال الاداره، وحده اخرى سميتها لا سي ان اس اس كطيب للناس ديال الشركات والخواص. دابا الحكومه جات وقررت تجمع هاد الشيء كامل في كوزينه وحده كبيره اللي هي لا سي ان اس اس باش تولي هي الشيف اللي كيوكل المغاربه كاملين. والهدف اللي كتقول الحكومه هو اننا ما بقاش خاصنا هاد التمييز، يعني المواطن هو المواطن فين ما كان خدام، وباش نتهناو من داك الصداع ديال انا عندي هاد الورقه وانت عندك الاخرى وتولي عندنا كارت وحده ونظام واحد. ولكن راه هاد الشيء ماشي غير تبدل السميه وصافي، حيت كنوبس راه هي عباره على اتحاد ديال التعضديات بحال المينيكس و اي ام بي، وهادو عندهم ممتلكات وعندهم مصحات وديور للراحه. والسؤال اللي كيطرح راسو هو فين غيمشي هاد الورد كامل ومن بعد هاد الزواج القصري؟ واش الخدمات غتحسن ولا غادي نوليو في الزحام ديال بصح، حيت غيولي صندوق واحد مقابل مع ملايين ديال البشر؟ وزيد عليها راه كاين فرق في التعويضات، مثلا كاينين شي دوايات ولا عمليات كانت كنوبس كترجع عليهم نسبه مزيانه. دابا مع هذا الاندماج خاص كل شيء يولي فحال فحال، يعني يا اما غيطلعوا المستوى للجميع يا اما الموظفين غينقصوا ليهم من الامتيازات اللي كانت عندهم. وهذا الشيء هو اللي مخلي النقاش سخون بزاف، حيت المواطن البسيط كيقول مع راسو انا المهم عندي هو فاش نمرض نلقى اللي يداويني ونلقى تعويض دغيا في الكونت ديالي، ماشي نبقى نتسنى شهور حيت الاداره ولات كبيره ومنفوخه وما قادراش تجاوب على كل شيء. وعلى ذكر الطلبه، هنا فين كاين المطب الكبير اللي خاصنا نوقفوا عنده ونحللوه مزيان. تخيلوا معايا هذا الرقم ديال 650 ألف طالب وطالبة، هادو شباب في عز القرايه ديالهم، كان عندهم واحد النظام سميتو التغطيه الصحيه الاجباريه للطلبه، وكانوا كيستافدوا من كاع الخدمات الطبيه فابور. دابا هذا النظام صافي تشطب عليه بالستيلو الاحمر وتلغى، والبديل اللي عطات الحكومه هو اللي فيه حيت قالوا للطالب دابا عندك جوج طرقان ما ليهم ثالث، يا اما ترجع ديبندنت يعني تابع لوالديك في التغطيه ديالهم، وحتى لهنا مزيان ومددوا السن حتى ل 30 عام باش يسهلوها. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل هو ان بزاف ديال الطلبه والديهم اصلا ما عندهم لا تغطيه لا هم يحزنون. هاد الشباب غادي يلقاو راسهم مجبرين يدوزوا لنظام متضامن، وهذا النظام اخوتي راه ماشي غير اجي ودخل، راه فيه واحد اللعبه سميتها المؤشر الاجتماعي، يعني الدوله كتحسب لك شحال من بوطه كتشعل وشحال من ضوء كتخسر وشحال من حاجه عندك في الدار، والا جيتي فوق العتبه ولو غير بشويه غيقولوا لك سمح لينا اسيدي انت راك لاباس عليك خاصك تخلص من جيبك. وهنا كاين الخوف، حيت الطالب اللي كان كيتعالج فابور يقدر يلقى راسو غدا قدام فاتوره شهريه وهو مازال كاع ما كيدخل حتى ريال. وهذا هو اللي خلى النقاش يسخن في البرلمان، حيت المعارضه كتقول باللي هذا الشيء تراجع على مكتسبات كانت عند الشباب، وراه الصحه ديال الطالب هي الموتور اللي كيخليه يقرا وينتج، وإلا حيدنا ليه الامان الصحي وزدنا عليه هم المؤشر والعتبه راه بحال الا كنقولوا ليه سير دبر لراسك وانت مازال كاع ما بديتي حياتك العمليه. وهذا الشيء كله في واحد الورش كبير ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه اللي المفروض يسهل الحياه، ماشي يعقدها بالارقام والحسابات المعقده اللي كتدوخ الدرويش. ودابا ركزوا معايا مزيان في هذه النقطه اللي غريبه شي شويه وكتبان بحال الا الدوله كتقول للطلبه قراو وبعدوا من الزواج، حيت في القانون الجديد كاين واحد البلان كيدوخ، وهو ان الطالب مادام كيقرا عنده الحق يبقى يستافد من التغطيه الصحيه ديال والديه حتى يوصل 30 عام، وهذه مزيانه. ولكن غير كيدير العقد وكيتزوج
ديك التغطيه كيطير لها الريش في البلاصه واخا يكون مازال كيقرا وعمره غير 20 عام. والسبب هو ان السيستم كيعتبرك بمجرد ما تزوجتي وليتي رب اسره ومسؤول على راسك وعلى برتك، يعني خاصك تولي انت هو المؤمن الرئيسي وتخلص المساهمات ديالك بوحدك. وهذا الشيء نوض الصداع في البرلمان، حيث المعارضه قالت باللي هذا القرار كيعاقب الشباب اللي بغاو يديروا الحلال ويستقروا، وبدل ما نشجعوهم في بلادنا اللي محتاجه لوليدات جداد والنمو الديموغرافي، ولينا كنقولوا للطالب اللي كيكافح باش يبني مستقبله راه الزواج غيحيد لك الحق في الطبيب للدواء بالمجان. وزاد كملها الوزير فاش قال باللي خاص الطالب يتكون هو الاول عاد يفكر يتزوج. وهاد الهضره خلات الدنيا تنوض وما تقعد، حيث الناس اعتبروها تدخل في القرارات الشخصيه. وفي الحقيقه هاد القضيه تقدر تخلي بزاف ديال الشباب ياجلوا الزواج غير باش ما يلقاوش راسهم بلا تغطيه صحيه، خصوصا وانه في المغرب بزاف ديال الطلبه كيتزوجوا وهما مازالين كيقراو ومعاونين معاهم والديهم. ودابا هاد القانون غيجي يزير عليهم الصباط ويخليهم يختاروا بين الدار الكبيره والصحه ديالهم. وهذا الشيء علاش خاصنا نفهموا باللي التغطيه الصحيه راه ماشي غير وراق، راه هي الامان ديال بنادم فاش كيطيح ومطن صحيا. وملي كنربطوها بالوضعيه العائليه بهذه الطريقه كنوليو بحال الا كنحطوا الحجر في الطريق ديال الشباب اللي يلاه كيبداو حياتهم. شوف الخوت، دابا غادي نفتحوا واحد القوس اللي هو الصراحه كيقيسنا كاملين في القلب، وحيت حنا مغاربه راه الوالدين عندنا خط احمر. وتخيلوا معايا هاد الروينه اللي ناضت في البرلمان بسبب واحد السؤال بسيط ولكن قاصح: علاش الموظف ما يقدرش يحمي والديه معاه في التغطيه الصحيه؟ دابا القضيه وما فيها هي ان المعارضه جات وقالت للحكومه راه حشومه وعيب الموظف يكون كيخلص مساهمات كل شهر، وفي الاخر فاش كيمرضوا ليه والديه خاصو يا اما يخلص عليهم من جيبه في المصحات الغاليه يا اما يصيفطهم لآمو تضامن اللي مديور للفئات الهشه. وهنا ناض واحد البرلماني والدم طلع ليه للراس، حيث اعتبر هاد الشيء بحال عقوق الوالدين بالقانون، وزاد تحدى الوزير بواحد الطريقه خلات القاعه كلها تسكت. قال له بالحرف: انا كنتحداك تعطيني غير شحال غادي يكلفونا هاد الوالدين بالضبط. وزاد كملها بواحد القنبله فاش قال له: والله بكل شجاعه الا عطيتيني الرقم وطلع كبير حتى نحط الاستقاله ديالي دابا فوق هاد الطبله. والوزير هنا بقى في موقف لا يحسد عليه، حيث الصراحه الحكومه خايفه غير من الحسابات والارقام، كتقول باللي لا دخلنا الوالدين الصندوق غادي يتزعزع وما يبقاش عنده الفلوس باش يخلص التعويضات للجميع. وحنا دابا ولينا بين جوج حوايج: المنطق ديال الفلوس اللي كتقول به الحكومه، والمنطق ديال الوفاء والتمغربيت اللي كيقول باللي الوالدين هما البركه، وما يمكنش الدوله تطلب من شاب يلاه بادي حياته وهو موظف انه يمشي يدفع لوالديه طلب باش يبانوا فقراء باش يتداواو، في الوقت اللي كان ممكن الدوله تزيد غير واحد نسبه صغيره بزاف في المساهمه الشهريه وتفتح الباب لهاد الوالدين يعيشوا بكرامتهم. وهاد اللحظة ديال التحدي بالاستقالة راه ماشي غير سينما، هي رسالة بغات تقول باللي راه السياسة بلا إنسانية وبلا ما تراعي لهاد الروابط الأسرية اللي هي الساس ديال المجتمع المغربي غادي تبقى ديما ناقصة واخا تنجح في الحسابات. وصراحة بقيت كنفكر واش بصح الميزانية أهم من أن الواحد يشوف والديه مأمنين ومرتاحين في كبرهم بلا ما يحسوا براسهم تقال على الدولة أو على أولادهم؟ في الأخير الأغلبية البرلمانية صوتات والقانون داز. شنو غيتغير في حياتنا؟ 1. كنوبس غتغبر وتولي تابعة للسيانساس. 2. التغطية الصحية المجانية للطلبة تقاضات. 3. الزواج كيحيد للطالب التغطية ديال والديه. 4. الوالدين غيبقاو خارج الحسابات وما غيدخلوش مع ولادهم. سؤالي لكم نتوما: واش كتشوفوا باللي هذا الاندماج غادي يسهل المأمورية على المغاربة ويحسن الخدمات، ولا خايفين يولي غير رولا ويزيدوا يصعبوا علينا الأمور؟ خليوا لي آراءكم في التعاليق، راه هذا الموضوع كيهمنا كاملين. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم الموظفين والطلبة باش يعرفوا ما ليهم وما عليهم. تهلاو.